زين استاذ عاصم. استاذ عاصم سكر، الفنان، الاسطوره، دراغون بول، هزيم الرعد. شوف انا ما اريد اعرفك بس في الكرتون، انت يعني اتوقع ان البطاقه التعريفيه لعاصم سكر اكبر بكثير من موضوع سبيستون وتجربتك في عالم الكرتون. نعم. اول شيء اريد بطاقه تعريفيه، من هو عاصم سكر؟ وجهه نظر عاصم. آه عاصم ابن بيئة فنية. والدي الله يرحمه عبد الفتاح سكر من أعظم الملحنين السوريين. نشأت ببيئة فنية آه كتير حضارية وكتير راقية، زمن الفنانين من الوزن الثقيل. مم. يعني أنا بتذكر بطفولتي أنا، يعني مثلا بأعياد ميلادنا اللي عملوا لنا إياها بالبيت، مم. تشوف كبار الفنانين بالبيت عنا. تمام. تشوف موفق بهجت وفهد بلان، تشوف طروب، تشوف وديع الصافي، تشوف تشوفهم في فنان البيت. بالبيت عنا بأعياد ميلادنا. يا تمام. سلام. فأثر يعني تأثرت بالبيئة الفنية من طفولة، من طفولة. وبابا اكتشف فيني هذا الشيء، يعني غير عن كل اخواتي. نحن ثلاث شباب واربع بنات. انت الوحيد اللي فيهم تغني؟ انا الوحيد اللي فيهم بالمجال الفني. كلهم ذويقين، يعني فيك تحطهم باكبر لجان بالعالم، سميعه على يعني باعلى مستوى. ايه بس هن ما زاولوا المهنه، يعني الفن. انا الوحيد اللي كنت. فبابا من انا وصغير حس علي انه انا عندي شيء، كان يصير عنا في نوع من الإعلانات للتلفزيون العربي السوري، شهادات الاستثمار وهيك قصص، فكان ياخذني غني هاي الإعلانات. تمام. هاي كانت البداية بالمدرسة. كم كان عمرك وقتها لما بديت؟ كانوا يحطوا لي كرسي لوقف على الميكروفون، يعني أنا كان عمري شي 8 سنين 7 سنين، يعني يس. بهذا المهم. من بعد هاي المرحلة، طبعا بالمدرسة كل حفلات المدرسة عاصم سكر. تمام. حلو. آه بعد مرحلة هاي الطفولة، آه طبعا تاسع عاشر حادي عشر بكالوريا، شغلات هيك بسيطة، بس ما فيها لا حفلات ولا شيء، يعني ضمن بيئة فنية. عرفت اوكي. كيف؟ يعني ضمن العائلة، يعني يصير غناء، يجي يكون عنا حدا ضيوف غني لنا عاصم، يعني هيك القصة. بالجامعة من أول سنة أنا ألفت فرقة موسيقية عبارة عن 2 جيتارات وكيبورد اوكي. ودرامر. ايه. وهون كان رفيقي لويس ابو عسلي. لويس ابو عسل. ايه. لويس ابو عسلي. طبعا. هلا بدي اذكرك انا كيف فتت على سبيس تون. اوكي. بصدفة يعني. ايه. اوكي. المهم، فنعمل حفلات وكذا، وكنت اعزمه للويس، ونحن ولويس رفقه، وهو جار، يعني من جيراننا القراب على بيت اهلي يعني، نعم. بالعباسيين. المهم، هاي الفرقة لمعت وصار ننطلب بكل حفلات الجامعات الثانية، يطلبوا فرقتنا لحتى نعمل لهم حفلات التخرج يا وكذا. سلام. تمام. خلصت هاي المرحلة بدون أعمال معروفة لعاصم. تمام. لويس بظرف ما صار ضمن فريق سبيستون بالتأسيس. سنة. لسه عم بتتأسس اوكي. سبيستون. إيه سنة كم تقريبا تذكر؟ والله بالضبط ما بعرف، بس هذا الحكي ببداية التسعينات. بداية التسعينات. اوكي. بداية التسعينات. ايه. تمام. بيحكي معي لويس مرة، مثل ما قلت لك، لويس كان يحضر لي بعض الحفلات وكذا، حتى لويس عملوا فرقة غربية بزمانهم، وفرقة هارد روك وهيك قصص. يمكن كان اسمها ذا بريزم، يمكن ايه. اوكي. وعملوا هيك حفلة او حفلتين، وبالاخير ما عاد سمعت شيء عن لويس انا. إيه. واذا بيحكي معي تليفون بيقول لي عاصم انا عم بشتغل ضمن سبيس تون. قلت له سبيس تون هاي القناة الجديدة تبع الأطفال؟ قال لي إيه. قال لي بشرفك خليني أشوفك. قلت له شوفي. قال لي في شارة بدك تغني لنا إياها. اوكي.
قلت له حلو الكلام. رحنا على اللقاء، فتنا كانت بالزهرة. كان الاستوديو يعني ما بدي احكي لك شو البدائية، يعني بتذكر ميكروفون احمر، مم. ميكروفون عادي مو بروفيشنال يعني. وكان هيك في جهاز يطلع افكت، والله هيك نطرقه انا على اليمين وعلى اليسار. بدايات مم. عرفت كيف. تتذكر اول شارة؟ شرف الوطن هذه اول شارة اول غنيتها. شارة غنيتها، الله. ايه. بعدين رياح الشمال بعدها، ايه. كانت اول شارة هاي، وهالشارة كسرت الدنيا. اللي هي شرف الوطن، شرف الوطن إيه، طبعا. صراع الجبابرة. شرف الوطن. والله اقسم بالله انا وماشي بالطريق اسمع العالم عم تغنيها. يا عرفت، سلام. هاي كانت البداية. بعدين فتنا بقى بمرحلة الإبداع. هلا نحن نواف ما كان يعني ما كنا نتصور، ايه، انه نحن رح يعني تصيبنا الشهرة وتصيبنا والانتشار اللي موجود مهم. حاليا. وهو هذا الحكي نحن عم نحكيه بالتسعينات، يعني التسعينات والثمانينات، مم. يعني هن الجيل الذهبي يعني. طبعا. عرفت شلون؟ بس السؤال يعني، في العادة الفنانين ما يتوجهون لعالم الطفل، في العادة يتوجهون للبوب العربي، للأغاني اللي هي هلا هذا الطربية. هذا هذا سؤال انا بنسأل عليه كثير. إيه. ايه، هلا انا كان بامكاني وكان متاح لي وجربت انه انا اخذ الجانب مثل اي الفنانين الموجودين على الساحة، وكنت قادر انه صح. يعني يكن لي اسم، طبعا. ايه. بس والله يا نواف انا ما زبطت معي قصة الغناء بالملاهي ابدا. بالملاهي. ابدا. إيه. هل شرط انك تغني في ملاهي؟ وين بدك تغني؟ حفلات. كتير صعب. مسارح. شوف، مسارح كتير صعب وكتير قليل. اعطيني مطربين هلا، مم. ايه، هن بيغنوا بمسارح. ما في، بدك تروح يا مطعم ايه. والعالم قاعدة عم تاكل، ايه. وشو ما انطلب منك بدك تغني. اوكي. شو ما انطلب منك بدك شو ما طلب تغني منك. طبعا. ما انت هون الفنان ما هو الا اذا كان بقى هو كان عامل بقى الارضيه تبعه واغانيه الخاصه اللي منتشره بالعالم كله العربي. مم. عرفتي، هون بيقدر هو يكون سيد نفسه، على ما بيطلع بيغني اغانيه بينزل. بس يعني اعطيني. انت عندك اشكالية مع المجال، مع الوسط بشكل عام. ما بقدر انا البيئة ما تناسبك. ما ناسبتني البيئة والله أبدا. وهذا الكلام بيسألوه العالم أنه عاصم ضل دائما ضمن سبيس تون أو مع بعض مم. الناس من المطربين. بتعرف أنت، طبعا. أنا من فريق جورج وسوف، طبعا. وهذا الشيء كمان أنا بشرفني يعني. طبعا. هذا تاريخ. عرفت شلون؟ المهم، فما زبطت معي. فأنا كان الطاقة الإيجابية أو طاقة النور اللي كنت أنا شايفها هي ضمن هذا عالم الطفل. لأنه أول شيء أنت عم تغني قيم، عم تغني أخلاق، عم تغني عم تبني جيل بياخد العقل. وهذا اللي صار. يعني أنا دائما وأنت واحد منهم بيحكي صح. معي على أنت واحد من الناس الناجحين الله اللي أنا يسلمك. بشوف حالي فيك. الله يسلمك. تمام. بيحكي معي والله استاذ عاصم انا دكتور، والله انا ربيت واخذت القيم اللي كنت تغنيها انت وصرت. وبيحكي معي مهندس، وبتحكي معي طبيبه. والله العظيم انه انا ما عم بكذب، هذا مم. الكلام صاير معي بالحقيقه. الاف من العالم، انت اللي صنعت طفولتنا وعملنا اللي بدنا، وانا هلا كذا وانا هلا كذا، وكله شيء بياخذ العقل. عرفت كيف؟ صار في فريق بسبيستون ما بظن يتكرر هذا الزمان، اللي هو إداريا إداريا وكفنانين. وكفنانين. طبعا. طارق يعني العربي. طارق العربي أستاذ عمر طرقان طبعا. طبعا. أيقونة كبيرة وعظيمة بسبيس تون. طبعا. أنا أجمل شارات اللي غنيتها بحياتي هي لطارق العربي أكيد. طرقان. رشا رزق، طبعا. يا سلام، كمان من الأيقونات العظيمة. في عندك هلا الصباغ. يا سلام على هالة كمان بتاخد العقل. صوت جميل. فعنان خياط صح. سونيا كمان. بيطار. سونيا بيطار. يعني فريق كان بياخد العقل موسيقيا وغنائيا وإدارة. ليش ما استمر الموضوع؟ يعني هذه الفترة الذهبية بالأعمال اللي صرنا نسمعها اليوم.
وينها اليوم؟ هلا يعني شوف ليش اليوم ما في نماذج مشابهة لجيلكم؟ نواف، اختلف اول شيء. تعال احكي لك شغله يعني العالم ما بتفكر فيها. شوف زماننا ما كان في سوشيال ميديا، م. كانوا كل الاسر في عندهم هذا اللي اسمه التلفزيون، صح. بدهم يقعدوا يتفرجوا في قناة أطفال بتاخذ العقل اسمها سبيس. تمام، النافذة الوحيدة. النافذة الوحيدة. عرفت كيف؟ هلا بهذا الزمان ما عاد انت فيك تلزم هذا الجيل انه يقعد يتفرج على التلفزيون واحد، وهذا مستحيل. كل واحد معه موبايله يوتيوب. منفتح فيه على العالم م. كله، بيشوف اللي بده اياه. عرفت؟ صح. تغيرت هاي وحده، هذا رقم واحد. اثنين، الحرب بسوريا اثرت على سبيستون بالعام. الهجرات اللي صارت، نعم. تمام، الفنانين اللي هاجروا، اللي بقيوا قلائل، الباقي كله طلع برا البلد. عرفت نعم. كيف؟ وكانت الحرب قاسية وبشعة. عرفت كيف؟ آه، التوازنات بالشركة تغيرت. يعني صار هن أكيد بدهم يستمروا، فألحقوا مواهب جديدة وكذا، بس ما عملت الفريق اللي كان موجود أيامنا نحن بسبيس. شو السبب؟ ليش المواهب الجديدة مش قاعد تعطي نفس اللي انتوا اعطيتوه؟ انا هذا التساؤل اللي عندي، ما اعرف. وليش ما في قناة سبيستون اصلا؟ يعني ليش سبيستون الوحيدة المنفردة بين كل القنوات حتى في زمانكم؟ ايه انتوا الوحيدين. ايه هلا سبيستون ما في شك انه هي كانت الاعظم بكل كوادرها. طبعا. يعني هلا انت في عندك بنقول لهم اساطير نحن، صح. ما هي صح. مروان فرحات، مأمون. نوجه لهم تحية طبعا. ايه عندك ما بدي انسى حدا. انت م. كمان بثينة شيا، الرفاعي الله يرحمه. الله يرحمه. صح. عرفت كيف؟ كانوا كمان اساطير. يعني كان في تكامل بهي الشركه، ان كان موسيقيا، وان كان بمجال الغناء، ان كان بمجال الدبلجه. ف يعني بس انت توقف السيبه على عده اساسات ماكنه بتوقف. صح. بس بلش انت تشيل منها بالاخير بتوقع. عرفت؟ انتوا بديتوا في منتصف التسعينات او اواخر التسعينات؟ قبل لا، سبيستون. سبيستون اوائل التسعينات. طيب الى، خلينا نقول تجربة استمرت الى كم؟ 2000؟ ايوه اكثر. 2005؟ اكثر 2010؟ 2010. 2015 تقريبا في توازن كان. اوكي. اي ما بعد ذلك اين توجه ما نجوم في. سبيستون؟ انتوا يعني توجهتوا للحفلات لمواجهة جمهوركم اللي كبروا، هي هذا دخلتوا المرحلة اللي بعدها. تمام كنتوا متوقعينها اصلا؟ لا ابدا ابدا. نحن كنا يعني عطائنا والله كان بكل صدق وبكل حب. يعني انا كان يوم بيحكوا معي سبيستون انه في شارة جديدة بدي غنيها، يبقى يعني مثل كأنك مالك الدنيا. شو اكثر شارة قريبة لقلبك؟ والله انا انسان وطني اوكي. كثير، يعني وطني، وبحب الشام كثير، وبحب بلدي كثير، واكيد بحب كل العالم العربي، يعني كلياتنا اخوه. يعني شرف الوطن كثير بتاثر فيني. شرف الوطن. وهي كانت من البدايات هي اللي عملت بصمه لعاصم. مع اني اشوفك، يعني اشوف شخصية دراغون بول فيك اكثر. هلا دراغون بول ما في شك، وهزيم الرعد انه شغله، بس انا عم حاكيك انه هي يعني هي بداياتي كانت. اوكي. عرفت؟ دائما الشغله اللي بتكون اول شيء بتعمله انت وبيعمل يعني بيعمل ضجه وبيعمل شهره. عرفت كيف؟ بتبقى انت هيك له عندك لبصمة خاصيه. خاصة. ايه، اما يوم غنيت دراغون بول ويوم غنيت هزيم الرعد كنت عاصم سكر مشهور، كنت صح. معروف. عرفت؟ صح. ايه. طيب خبرني الحين عن ما بعد فترة سبيستون. بعد فتره سبيستون، آه انا بالنسبه إلي كعاصم علقت 8 سنين بالبلد ضمن الحرب. تمام. ليش ما طلعت مثل اللي طلعوا؟ ما كان عندي هذا الهاجس انه اطلع واعمل لاجئ، ولا كنت فكر فيها ولا بشكل من الاشكال. رغم اني ب 2014 رحت على امريكا ورحت على كندا، وكانت هي بالنسبة للعالم فرصة ذهبية انه انتو عاصم لك كيف ما ضليت، وكيف ما بقدر اعيش خارج. سوريا.
بلدي. عرفت كيف؟ أثر علي هذا الموضوع كتير، جاني كتير عروض. طبعا طارق ما شاء الله كان عامل ومنتشر بكتير من البلدان العربية وعم بيعمل حفلات، ورشا نفس الشيء. نعم. كان يجيني كتير عروض، بس للأسف نحن كان في علينا بلوك، نعم. ما نقدر نتحرك، ما ولا لا في فياز لا في يعني كانت أيام نعم. صعبة يعني. عرفت كيف؟ لحد ما الله من عنده والله بدون أي يعني بدون أي جهد مني أنا. آه، بيحكي معي صديق إلي الله يذكره بالخير، مهندس صوت وفنان بياخذ على اسمه حازم جبور. قال لي عاصم لك ليش ما عم تقدم على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات؟ قلت له شو هي الإقامة الذهبية؟ قال لي لك فاتحين للمبدعين والفنانين وانت ما شاء الله عليك يعني معروف ومشهور وكذا. قلت له كيف الاسلوب تبعها؟ قام قال لي رح ابعث لك الرابط. والله العظيم مثل ما عم بحكي لك يا نواف. قلت له ابعث لي الرابط. قال لي اعمل سي في عنك وحط شو اعمالك ورفقها بالروابط تبعها لحتى مم. يحضروها وكذا. قلنا له اوكي. عملت السي في وزبطناه وكذا وبعته على الموقع اللي بعث لي اياه. 3 ايام تجيني شهاده انه المبدعين من اهل الثقافه والفن نتشرف انه انت انقبلت كذا، بدك تكمل امورك بدبي، ما بقى فيك على. أخذت الإقامة الذهبية 2000 عملت وكم هذه؟ عملت حالي. سنة كم كانت؟ هاي كانت سنه، صار لها 3 سنين. أوكي. 21. أوكي. 21. هاي الإقامة الذهبية يعني هي فضل من الله وفضل من دولة الإمارات العربية المتحدة، هي اللي فتحت لي البواب. فأنا كسوري كتير في بلدان ما بقدر أطلع عليها، بس أقول لهم هلأ أنا معي إقامة ذهبية بتمشي الأمور. بدولة الإمارات العربية المتحدة، تمشي الأمور على أسلس ما يمكن. فنعتبر أن هذه النقطة عملت معك عملت تحول. معي عملت معي نقلة نوعية. طلعتني من الحجر اللي كنت أنا فيه. تمام. حجر. لا طبعا، لانه كنت ما فيك تتحرك على ولا بلد. الحمد لله هلا عندك اقامتك. مم. عرفت كيف؟ أيوة، هذه من الأسئلة اللي كانت تخطر على بالي. يعني الأستاذ طارق العربي والأستاذة رشا رزق طبعا فنانين كبار نوجه لهم تحية. اكيد لهم حفلات في الوطن العربي طبعا. من فترة طويلة. لانه هن والمثلث مفقود، مثلث الأساطير. ايه نحن ايه دائما ايه نقول لانه طارق رشا عاصم. عاصم تمام. ايه. رشا هاجرت وراحت على فرنسا، مم. عملت ورقة واخذت اقامتها وما بعرف اذا اخذت الجنسية، صار فيها تتحرك وين ما كان. نعم. طارق بالاصول هن جزائريين. نعم. تمام، مع انه هو مواليد دمشق يعني نعم. وشامي من الشوام طبعا. اللي بيعجبوك يعني. عرفت كيف؟ بس اصوله جزائرية. طلع باسبورات الجزائرية، مم. صار يقدر يتحرك. نعم. انا باسبوري السوري كان علي، ما مم. فيني اتحرك على ولا بلد. عرفت كيف؟ نعم. هاي هي القصة. جميل جدا. مم. وخلنا نقول انطلقت انت من 2021، بديت تسوي حفلات تمام. ورحت بلشت للعراق. بالعراق. العراق اول حفلة عملتها في العراق. اول حفلة بالعراق. خبرنا عن الحفلة هذه كيف كانت. واو شو بدي اخبرك، والله انه يعني اول مرة تواجه جمهورك لاول مرة. لأول مرة وكان عمل لي شوك، عمل لي صدمة. كيف. بيحكي معي سيف، الله يوجه له الخير، شاب بياخذ العقل من العراق، وبيقول لي بدنا نعمل حفلة بالعراق وكذا. قلت له والله أنا جاهز، بس في قصة الفيزا. قال لي ما تهكل هم، أنا بظبط قصة الفيزا. قلنا له على بركة الله. عملنا تحضيراتنا وكذا، وصار يوم السفر. حملت حالي وطلعت على العراق. ما بدنا نحكي كتير تفاصيل. إيه، وإذ بواجه جمهور يا نواف بالآلاف. يعني أنا محاطط على السوشيال ميديا، عندي على الفيس ولا على الانستا، حاططها من حفلات العراق. محبة ما طبيعية، جمهور قسما بالله عم يغني بصوت واحد يمكن صوتهم وصل للشام. كنت متوقع هلا انا وانت رايح
شو على بالك يعني؟ هلا انا بالنسبه لي رايح على بلد تاني، رايح على العراق. ما بعرف شو معرفتهم بعاصم، شو مهم. حبهم لهذا المجال اللي نحن كنا فيه، عرفت كيف؟ نعم. ايه بس بعد حفله العراق انا طلع عندي شو بدي اقول لك، الامل والتفاؤل والحب والحياه وصل عندي للماكسيموم قسما بالله. يا سلام. عرفت؟ من بعدها تفائلت، والحمد لله من بعد حفله العراق، وهذا الفضل لله اولا ولسيف ثانيا، سيف المزيد. أه انفتحت الابواب، وانت بعدين حكيت معي وقلت لي بعدين لا ايه. قلنا لازم عاصي ينورنا في الامارات، ايه والله لان حكي. احنا اشتغلنا مع الاستاذ طارق العربي، عملنا معه حفلات نعم وكانت حفلات جدا جميله. اكيد. احنا كمان نريد نكمل المثلث، رشا رزق جات على الامارات، نعم باقي عاصم ما حضر. نعم. وهذا الفضل والجمهور بيرجع جدا لإلك. جدا الجمهور تفاعل. كيف كانت تجربتك في الامارات من اول حفله؟ و كيف شفت الجمهور؟ ما والله كله سحر بكل الامارات اللي عملنا فيهم حفلات. عملنا بالشارقة، عملنا بعجمان، فجيره، عملنا بالفجيرة، عملنا ابو ظبي، هلا العاصمه، بأبو ظبي الله كمان، وعملنا، واليوم نحن برأس راس الخيمة. الخيمه. والله جمهور ولا أجمل ولا أرقى ولا أحلى من هيك. وكمان نفس الشيء يعني، نحن بنبدأ، أنا ببلش الأغنية وبيكملوها هن يكملوها. بيكملوها هن للآخر. مستعدين ايه طبعا ما في أحلى احنا. ولا أرقى من واحنا هيك. اليوم عندنا حفله ان شاء الله راح تبدا خلال ساعه. نعم كيف المعنويه؟ والله طبعا نار. التذاكر كلها راحت، الجمهور الحمد لله واقفين نحن برا فل اليوم. فل اليوم. الحمد لله رب العالمين. واتوقع جمهور راس الخيمه حتتفاجئ فيه اليوم. اكيد ما رح اتفاجأ، لانه انا بعرف محبتكم وبعرف ضيافتكم وبعرف الاصول اللي بتتعاملوا فيها مع الفنانين. انا يعني قسما بالله حاس حالي بين اهلي وناسي، وما بحس بغربة ابدا بس كون معكم. طبعا هذا بلدك اصلا. لا خلي لي اياه، والله يديم هالبلاد ويديم القائمين عليها ويديم هذا الشعب الطيب. امين يا رب. طبعا قبل ما نختم عندي سؤال اخير. تفضل. قبل ما نصور انت كنت تقول لي عن شيء، انا قلت لك انا شفت، كنت طالع في الباسبور فشوف العمر، امم ما شاء الله تبارك الله. استاذ عاصم انت الطاقه اللي فيك م- شيء يعني شيء عجيب، فشو السر؟ شوف نواف، بس تقرر انك كبرت رح تكبر. بس تقرر. انك انت بس تقول انا كبرت وانا شبت وانا رح تكبر ورح تختير ولطالما انت بتقول انه انا شاب وانا بدي اعمل وانا بدي ساي وبدي اعيش حياتي وصحتك منيحة وتدير بالك على صحتك اول شيء، طبعا. عرفت كيف؟ والله رح تبقى شباب اذا بتعيش 100 سنة. يا سلام. هاي وشو الشيء اللي يكبرك بعد غيره؟ هلا شوف، الهم بكبر، الهم بكبر، بس دائما الإنسان لازم يكون عنده الطاقة ويكون عنده القدرة انه يتجاوز في كتير مطبات بالحياة. ما بقعد بستسلم. الكفاح والنضال لانك انت توصل لاهدافك وتحقق الشيء اللي بتحبه وتعيش الحياة اللي انت بتحبها، نعم. لن تهرم يا سلام عليك. ابدا. يا سلام عليك. طيب احنا اسم البودكاست نعم اسمه بودكاست مكنون. نعم مكنون هو الشيء الثمين الذي لم يظهر من قبل. اكيد أي مكنون. بمعنى أريدك تعبر عن شيء مكنون، قد يكون تساؤل، قد يكون فكرة، قد يكون رسالة، قد يكون نصيحة، مم. بس ما قلتها قبل كذا لحد. هاي. شيء مكنون داخل عاصم تمام. سكر. والله أنا هاي يمكن أول مرة بدي أحكيها. الشيء المكمون عند عاصم سكر إنه كان بالإمكان عبر مراحل حياتي وعبر بيئتي الفنية إنه أنا أعمل سوبر ستار. تمام؟ والله ما ندمت إنه أنا ما عملت هذا الشيء، لأنه ما عجبني هذا المحيط اللي أنت ممكن تطلع بتغني فيه للشيء اللي بنقول له نحن بالعامي بلا طعمه. انا اتجهت ضمن الشركة اللي انا بحبها واللي هي عظيمة جدا، سبيس تون، لنزرع افكار ونزرع آمال
ونعد جيل كامل لحتى يكون من أفضل ما يكون. وبالإضافة أنا، وهذا كلام تشهد عليه، يعني أنا مسميها معلمتي سلمى قصاب حسن، يوم اللي حكت معي وقالت لي عاصم بدك تشتغل معنا بقسم الموسيقى بمدرسة البشائر الوطنية، قلت لها أنا هذا اللي بحبه، لأنه أنا بحب أزرع قيم بالأطفال حتى لو كانت عن طريق الفن. تمام. وهيك أنا بكون عم حقق أهدافي. فالجانب الآخر ما حبيته، والحمد لله أني ما اشتغلت فيه. مش ندمان؟ لا أبدا، مع أنك كنت ممكن تروح بعيد. طبعا. وهذا بشهادة كتير من العالم. صح. عرفت كيف؟ انه كان عاصم سكر قادر يعمل سوبر ستار ويكون له ويقال اسم. أن عاصم سكر ظلم نفسه. بيقولوا انه ظلم، بس انا احمد الله انه انا بعدت عن هذا الجو، وانا ضمن هذا الجو بفتخر وبشوف حالي وانا نقي تماما. يا سلام. نعم. وهذا الجو يفتخر فيك، يلا والجمهور يخليك. يحبك الله ويفتخر يخليك. فيك. انا عم بحاكيك والله ليك اشعر بدني. الله يسلمك. عرفت؟ والله ما ندمت ابدا انه انا ما عملت اللي كل العالم كانت مفكره انه عاصم سكر. انا غنيت بمهرجانات، غنيت بمهرجان الاغنيه السوريه، عملت اغاني خاصه، وغنيت على مسارح. أوكي. تمام. واخذت الأورنينة الذهبية كأجمل صوت وأجمل حضور بأغنية من ألحان والدي اسمها حجار القلعة، رح أبعت لك إياها تسمعها. حجار القلعة. حجار القلعة من أجمل الأغاني جميل. يعني. وعملت بصمات، بس أنا ما كملت لأنه ما استهواني الجو اللي أنا بدي يكون فيه. كملت معنا. وكملت مع هذا الجو النظيف النقي اللي بياخد العقل، اللي بيفتخر فيه الواحد. والله بس يقول لك عاصم سكر أنت صنعت طفولتي، أنا بتكفيني هاي. عاصم سكر. تكفي. أستاذ عاصم سكر، كل الحب، كل التقدير، كل الامتنان لكل اللي سويته. يا حبيبي شكرا لك، وإن شاء الله تكون حفلة اليوم سعيدة يا رب. ونولعها. أكيد رح شكراً نولعها جزيلاً. بإذن الله رب مع السلامة. العالمين. حياكم مع الله. السلامة.